نيجي بقى لاخر حته في الكورس وهي الاي اي كانفاس. هتقول لي التكستشر جنريشن والكلام ده، اقول لك لا، هي مقفوله عندي وانا ماليش في 3 دي اصلا، فعشان ان انا يكون معايا موديل 3 دي وارفعه وكده فصعبه. دي ممكن ابقى اسيب ريفرنس ليها او حاجه يعني نتكلم عنها بعدين، او لينك او كده، يعني تبقى تشوف التكستشر جنريشن بتشتغل ازاي، عشان انا ماليش في 3 دي عموما. ولكن هي انت بتحط حاجات 3 دي تبدا انت تعدل عليها بالاي اي وهكذا. احنا هنروح للاي اي كانفاس ونتكلم عنها. يعني ايه اي اي كانفاس؟ يعني ايه اللي انت شايفه قدامك ده؟ الاي اي كانفاس هتلاقي عندك القائمه بقت ناحيه اليمين، في حاجات اتضافت هنا، البروموت بقى تحت، في مربع في النص انت مش فاهم ده بيعمل ايه وهكذا. المربع ده انت ممكن تحط له صوره، تقول له للصوره ديت عدل لي فيها، زود لي حاجه، اعمل الكلام ده. والحاجات اللي في الجنب دي انت بتخليها تساعدك ان هي تعمل لك الكلام ده، سواء يمين او سواء شمال. طبعا احنا نروح للناحيه الشمال، هتلاقي عندك هنا التوكنز بتاعتك اللي هي هتتجدد كمان شويه، كمان 3 ساعات كده. هتلاقي عندك هنا المودلز اللي موجوده، وهنستخدم الموديل بتاعنا اللي احنا اشتغلنا بيه. طبعا لازم نشتغل بيه الكانفاس مود. هتلاقي عندك كذا مود، المود اللي هو التكست تو ايمج اللي هو العادي بتاعنا، الان بنت والاوت بنت ده اللي احنا نشتغل بيه، الايمج تو ايمج اللي احنا جربناه من شويه، والسكتش تو ايمج. سكتش تو ايمج بصراحه مش قد كده، ما عجبنيش يعني، كنت جربته قبل كده يعني، هو مش شغال على الويب سايت ده كويس. ممكن تبقى تشوفه في ويب سايت تاني يعني او حاجه زي كده، او تشوف له فيديو. مش هنتكلم عنه ولا الايمج تو ايمج ولا التكست تو ايمج، لان دول احنا يعني تطرقنا عليهم قبل كده. هنروح للان بنت والاوت بنت لان دول اهم حاجه. هتفعل الاوت بنت، هتخلي الان بنت سترنت زي ما هي على رقم 1. الصور اللي انت عايزها كام صوره هنخليها صوره واحده. عندك الايمج دايمنشنز من 512 ل 1024 في 1024. احنا نشتغل على نفس الموديل بتاعنا، على نفس حجم الموديل بتاعنا. تمام. عندك هنا الريندر والجاديانس والحاجات اللي زي كده. طبعا احنا هنخلي كل حاجه زي ما هي، مش هنلعب في حاجه، عشان نجرب ونشوف الصوره هتكون عامله ازاي. البروموت بتاعنا اللي موجود، احنا ممكن اصلا ان احنا نكتب بروموت ونحط النيجاتيف بروموت من هنا. عندك الحاجات اللي في الجنب، الايد دي تقدر تتحرك يمين شمال وهكذا. عندك الدنيا تقدر تلف براحتك، لان انت ممكن تعمل صور كتيره جدا. عندك مفتوح كل ده، تقدر تعمل له صور. تمام. عندك هنا دي سيلكت لو انت عايز تحرك المربع دوت. عندك الدرو ماسك لو انت عايز تعمل ماسك في اي حته، يمين شمال فوق تحت، عشان تقدر تعدل على حاجه معينه. عندك الاريز لو انت عايز تمسح حاجه. عندك السكتش لو انت عايز ترسم حاجه او هكذا. الابلود ايمج لو انت عندك صوره عايز تستخدمها على الاي اي كانفاس. طبعا احنا مش هنستخدم صوره دلوقتي، احنا اول حاجه هنكتبها، هنكتب بروموت موجود عندنا ديجيتال بينتنج زي ما احنا عملنا، ونكتب كيوت مثلا مان اند وومن، وندوس على جنريت ونشوف الكلام بيبقى عامل ازاي. استنى شويه بيعمل زي التاني، بما ان انت نسخه مجانيه فبيأخر عليك شويه. نستنى ونشوف شكل الصوره هيكون عامل ازاي، هل هتطلع مظبوطه ولا مش هتطلع مظبوطه. دي هنكتشفها دلوقتي. القفل اتقفل اللي موجود فوق هنا. طبعا انا مطلع لك الصوره ان هو ابيض، ما اعرفش تقريبا عشان الموديل فيه مشاكل. ف هنضطر ان احنا نغير الموديل، نستخدم موديل بتاع الليوناردو ديفيوجن، وندوس على جنريت ونشوف الصوره هتطلع عامله ازاي. لو طلعت مظبوطه يبقى المشكله في الموديل بتاعنا، لان هو لسه مش مستخدم كتير، فمش تقدر ان انت تطلع بيه صور من الاي اي كانفاس دلوقتي. طبعا طلعها لك صوره رديئه جدا بسبب دي مشكله في ان احنا مش مظبطين ان هو ليوناردو ديفيوجن اشتغل ب 1024 في 1024. تيجي انت دلوقتي بتلاقي المربع ده بيتحرك معاك. ممكن احرك المربع هنا في الجنب ده، نكتب مثلا ديجيتال بيندنج خليها زي ما هي، ونكتب سبيس او بيردز ان سبيس، وتدوس جنريت. هتلاقي برضو القفل اتقفل، عشان ما تقدرش تاخد المربع دوت وتستخدمه في مكان تاني لحد ما هو يخلص. هتلاحظ بقى ان الصورتين هيتداخلوا في بعض دلوقتي، وتلاقي البيردز في السبيس. هتدوس اكسبت لو انت عامل اكتر من صوره، بتختار الصوره اللي تعجبك وهكذا.
كده هتلاقي القفل اتفتح، تقدر انت تستخدم المربع دوت في مكان تاني، الصورتين متناغمين في بعض. مثلا تعال نحرك دي كده اهو عشان نخليها كده، ونكتب برضو الديجيتال بيندنج نخليها كلها زي بعض. نعمل cats playing football وتدوس على جنريت ونشوف الصورة هتكون عاملة ازاي، وهل فعلا ده هيكمل ده ولا هيحصل مشاكل، ونتأكد يعني إذا كان 100% مظبوطة ولا لأ. أي نعم مش مظبوطة لأن دول مش داخلين في بعض، بس قشطة كان لازم يلزقوا في بعض. هنيجي مثلا مش عاجبني الحتة دي، ماشي، فدي مثلا مش عجباني، فأنت بتعمل كده واكتب أي حاجة تانية، مثلا اكتب ديجيتال بينج، اكتب مثلا فود ودو جنريت. المفروض ان الماسك دوت يتغير، لو ما اتغيرش هتبقى فوق هنا محتاجه ان هي دي تنزل تحت عشان تظبط على حوار الماسك. اعتقد لا، هو مش هينفع، لازم دي تكون موجوده تحت. فنخلي دي هنا كده ونكتب فود مثلا. المفروض ان هو يظبط الماسك ويحط لي فود، شال الحته الزياده، تمام، وكمل الصوره وحط لي اكل فعلا. ممكن في الحته ديت نكتب ستاند اب كوميدي ودو جنريت، نشوف هيطلع شكل الستاند اب كوميدي ازاي. طبعا انت تلاقي عندك هنا الصوره دي اتحركت، ممكن الصوره دي نرجعها مكانها تلزقها في حته وهكذا، بس خليها زي ما هي مش نلعب في حاجه. هتلاقي ستاند اب كوميدي، طبعا هو جاب حد على انه واقف على مسرح او كده، بس طبعا مش مظبوطه. ممكن برضو تحرك دوت، تلف ده كده خليها 1024 في 1024 ونزل دي لتحت كده، ومثلا نكتب sleeping ودو جنريت. نجرب كذا حاجه هل هتظبط ولا لا. هو المفروض ان ده حد نايم، يعني هي 100% مش مظبوطه، ولكن يعني ده باختصار الكانفاس بيكون شكله عامل ازاي. تقدر ان انت تقعد تلف هنا وهناك بقى، تقدر تعمل صور كتير متناغمه مع بعض متناسقه، وبعد كده تعمل لها داونلود من العلامه ديت، داونلود ارت وورك. تاخد الارت وورك بتاعتك تقدر تشتغل عليها. ممكن تحاول ان انت تعمل انزوم للصور لو ينفع، ممكن تكتب بروموتس مختلفه. كل ما انت تقوي في البروموت بتاعك كل ما هيطلع لك صور مختلفه وصور احلى من كده. ده باختصار شرح الاي اي كانفاس. طبعا انا ما شرحتش كل حاجه فيها لان في حاجات احنا شرحناها قبل كده موجوده في الايمج جنريشن على طول.